السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اختلفت الناس في عمايل الكحك، في ناس بتعمله على الساخن وفي ناس بتعمله على البارد. واللي بيعملوه على الساخن في ناس بتدفي السمنة وفي ناس بتوصلها اللي هي تقدحها بتبقى سخنة جدا. بس تقريبا ما عادش حد بيعمل الطريقة دي لانها بتتعب المعدة. ان شاء الله هنعمل الكحك بطريقه، عرفت لكم السر اللي بيخلي الكحك زي اللي بنجيبه من المحلات الكبيره زي العبد. هي طريقه غريبه شويه بس هيخليه زي الغريبه بالظبط، ومش هنحط فيه سمنه كتير ومش هنزود في السمنه، وهيخليه زي الغريبه بالظبط بالظبط، ناعم وانعم كمان من الغريبه، ناعم ودايب وكمان مفرغ من جوه وطعمه حلو جدا. يلا نشوف هنعمله ازاي، ويا رب يعجبكم وان شاء الله يعجبكم وهتجربوه وهتدعولي. كوباية لبن من الكوبايات العادية بتاعة الشاي دي، ومعلقة كبيرة من الخميرة. كوباية لبن ومعلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة تكون مليانة بشكل هرمي. كيلو من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من السمسم، والسمسم مش لازم تحطيه عادي يعني، اختيارك يعني. ومعلقة كبيرة من بيكنج باودر، ونص كيلو من السمنة ولازم تكون مسلية، وثلاث معالق كبيرة من السكر البودر. طب ليه بنحط 3 معالق بس؟ لان انت لسه هتحشيه وكمان لسه هتحطي له سكر بودر عليه للتزيين لما تيجي تقدميه في العيد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. يلا نشوف هنعمل ايه. يبقى اللبن والخميره، الدقيق والبيكنج باودر والسمسم والسكر والسمنه. هحط السمسم انا لسه محمصاه دلوقتي حالا، هتلاقيه دافي. ليه لسه محمصاه؟ ما جابوش متحمص جاهز، او تحمصيه وتركنيه شويه، لان اول لما بتبقي محمصاه بيبقى الريحه فيه قويه فيدي ريحه حلوه للدقيق. يبقى حطينا السمسم على الدقيق والبيكنج باودر وهنقلبهم كويس. بعد كده هنحط الخميره على اللبن، بس هشوف الخميره الاول اللبن الاول. دي فيه لان كان غلي مني، ما ينفعش تحطيه مغلي فدرجة حرارته قلت. هنحط عليه الخميرة ونسيبه شوية بس اقلبه بالمعلقة. تالت حاجة هحط السكر البودر على السمنة المسلية، يبقى اتحول لي ل3 مقادير اهو. هنبتدي دلوقتي نضرب السكر البودر والسمنة. السكر والسمنة لغاية اما لونهم يبيض معايا ويبقوا شكل الكريمة كده. اول ما لونها ابيض معايا كده هبتدي انزل الدقيق والبيكنج باودر والسمسم. لو انت ما عندكيش مضرب كهربائي عادي قلبيها بايدك، ومش لازم انت توصلي لمرحله البياض يعني. صدقوني الطريقه دي جميله جدا، بتخليها زي اللي بنشتريه من المحلات الكبيره زي العبد والحاجات دي يعني. هحط الدقيق كله، ابتدي بقى اجي لمرحله ايدي هنا اعمله كده. لغايه ما اخلط كل السمنه بالدقيق والبيكنج باودر. هتدنيكي تقلبي فيهم كده لغايه ما تنعم معاكي خالص، مش في المرحله دي عشان هيبوظ منك. بصوا في المرحله المرمله دي لا، ما تحط لغايه ما توصلي للمرحله اللي بصي بيبقى عامل زي العجينه. بصوا بقى ناعم جدا، هي دي المرحله بالظبط اللي احنا عايزينها. بعد كده زودت اللبن، بعد ما نعمت معايا العجينه زودت اللبن في الاخر خالص، زودت اللبن عليه الخميره وتقلبي فيه شويه كده. مش هتعجني كتير برضو، لان كتر ما بتحطي اللبن على العجينه وتدنيكي تقلبي فيها بيخلي الكحك يحجر معاكي، يبقى عامل زي الطوبه. بتحطي كميه اللبن كلها اللي احنا قلنا عليها وتعملي كده بايديكي لغايه ما ينعم معاكي زي ما كان في الاول كده.
يبقى احنا كده عجلنا على مرحلتين. المرحله الاولانيه اللي لما ضربنا السكر والسمنه وحطينا عليهم الدقيق والبيكنج باودر لغايه ما نعمت خالص زي ما انتوا شفتوا. تاني حاجه بعد ما نعمت حطينا اللبن والخميره ونعمناها تاني. خلاص كده بصوا، هي دي المرحله اللي احنا عايزينها. خلاص كده العجينه اتعجنت. هنيجي بقى نشكلها، تشكليها بالطريقه اللي انت تعجبك. بتحطي طبعا الحشوه اللي انت عايزاها، سواء مكسرات او ملبن او عجوه، اي حشوه انت عايزاها. العجينه برضو لما بتيجي تشكليها بدنيكي تلفي فيها كده شويه لغايه ما تنعم معاكي زي ما انتوا شايفين. بعد كده بنبصمها، او زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي هنعملها بكام شكل. زي ما انتوا شايفين كده لما باجي ابصمها مش بتشقق مني خالص وطالعه مظبوطه. ولما تيجي تبصمي الكحك، سواء بالبصمه بتاعه الكحك او هتعمليه بالمنقاش زي ما احنا هنشوف دلوقتي، ما تبقيش تبططيه قوي بايديكي او بالبصامه عشان ياخد شكل المنفوش من فوق زي اللي بنشتريه من المحلات. وده شكل تاني عاملاه على شكل هيئه، على ورقه شجر، يبقى شكله حلو ومميز ومختلف. الحاجات دي طبعا اطفالك لو هيشتغلوا معاك فيها هيحبوا الحاجات دي جدا، وبتبقى روحانيات حلوه قبل العيد. والكحك انا ولا ريحته، ما ريحتش العجينه، وكمان ما خمرتهوش ولا خمرته لما عجنته، ولا خمرته بعد ما شكلته. ما خمرش نهائي لان فيه بيكنج باودر وخميره، مش خميره بس. فاحنا ما ريحناش العجينه ولا خمرنا الكحك بعد ما شكلناه بالمنقاش او ببصمه الكحك. معلومه مهمه جدا. وتحطيه في الصاج انا مش دهناه، حاطه له ورقه زبده، بس انت لو مش هتحطي له ورقه زبده ما تدهنيش الصاج باي حاجه. في الكحك ما بندهنش الصاج. ويا ريت لو انت عامله كميه عجين كبيره تغطيها بكيس، وتاخدي منها قطعه بقطعه عشان ما تنشفش منك. وقبل ما تستعملي القطعة، لو انت عاملة كمية كبيرة وهتتركن معاكي، قبل ما تستخدمي القطعة اللي انت هتاخديها من العجين، حاولي اخدميها بايدك شوية. يعني معنى ايه؟ اللي انت تدنيكي تعجنيها شوية بايدك عشان تنعم معاكي. وده هعمله بالمنقاش زي ما انتوا شايفين كده. المنقاش العجينة ما بتطلعش في المنقاش، والعجينة مظبوطة جدا. يبقى اهم حاجة نركز في العجينة دي، في طريقة العجن دي، على اول حاجة لما تعجني تحطي الدقيق على السمنة اللي احنا ضربينها هي والسكر، تعجني فيه شوية لغاية ما ينعم جدا معاكي. وبعد كده ما تزودي اللبن تعجني فيه شوية كمان. عجنا مرحلتين او مرتين في العجينة زي ما انتوا شايفينها كده، مش مشققة ولا يعني بجد جميلة. بعد كده هتدخلي الصاج على درجة حرارة 160. للناس اللي مش بتفهم قوي في درجات الحرارة، هي متوسطة 160 180، او الفرن بتاعهم مش بيتظبط.
بتبقى درجة حرارة اقل من المتوسطة، متبقاش درجة حرارة عالية ولا متوسطة، حتى بتبقى اقل من المتوسطة. بياخد لون من تحت بسيط، وبعد كده شغال عليه الشواية حاجة بسيطة جدا، يعني مش يحمر، لا ده يصفر بس. يلا نشوفه بقى عامل ازاي من جوه بعد التسوية. بصوا اول لما مسكته اصلا بايدي، هو بارد خلاص، هو مش ساخن، بارد. انا كنت عاملاه بالليل وكملت تصويره الصبح، وكنت سايباه كده في الهوا. بصوا مفرول جدا، يعني مش مكترين السمنه. في ناس بيكتروا السمنه، بيحطوا 600 جرام على كيلو الدقيق، على كيلو الدقيق. احنا حاطين نص كيلو بس، 500 جرام، وطالع دايب جدا. هتشوفوا بقى اللي هي اللي احنا حاشينها مفرغه. بصوا مش دايب جدا، اكتر من، انتوا هتستغربوا اصلا ملمسه اكتر من الغريبه، انعم من الغريبه. هوريكم دلوقتي واحده. انا كنت خدت قطعه عجينه قبل ما اعجن، قبل ما اعجن يعني حطيت اللبن وما عجنتش العجينه، وخدت قطعه عجينه وحطيتها في الفرن عشان اوريكم هيبقى عامل ازاي. وبرده ما تحطيش سكر بودر على العجينه الا ساعه التقديم، والبيدي فور برضو ما تقوميش تزينيه الا قبل التقديم. يبقى احنا هنا اهم حاجه نعجن في العجينه مرتين، مش بعيد في الكلام كتير والله، بس عشان يطلع معاكم مظبوط. اعجني في العجينه مرتين، مره بالسمنه ومره بعد ما بتزودي اللبن. وتاني حاجه درجه الحراره ما تبقاش متوسطه ولا عاليه، تبقى اقل من المتوسطه. تالت حاجه ما تدهنيش الصاج وما بنخمرش العجينه. بصوا ده بقى اللي انا خدت قطعه من العجينه بعد ما زودت اللبن وما عجنتش في العجينه شويه، حطيتها في الفرن. بصوا عامله ازاي محجره. اولا مش الشكل مش مظبوط نهائي، واتحرقت مني بسرعه، يعني اختلاف كمي وكيفي. مع انها هي نفس المقادير ونفس العجينه نفس كل حاجه، بس اللي انا عجنت شويه بعد ما زودت اللبن هي اللي فرقت معايا. لو عجبكم الفيديو لو سمحتم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، وشكرا للناس اللي بتتابعني وبتعلقلي تعليقات حلوه. وكل سنه وانتم طيبين.